مهدي ومهدي ايش رايك فيه من يقول ان صالح عاشور ناجح ابو مهدي هي مساعد مع المحلل شو اسمه محمد ثنيان محمد ثنيان قال ترى هذه راح تسقطك مره ثانيه عبالك. فثنيان يقول لا يبا احنا قالوا هالمقوله وما نجحنا 22 وهذه صارت قديمه الحين صحيح. يطلعونها لاصحاب النفوس الضعيفه عشان والله ان صالح عاشور ناجح روح صوت الغير غيرك. لا احنا لاخر نفس راح نشتغل في هذه الانتخابات وتجاوب قوي موجود لله الحمد. النتائج بيد الله سبحانه وتعالى. والشيء الاخر يعتمد على يعني خلينا نقول قبول المواطنين للطرح وحضورهم يعني بالانتخابات واختيارات تكون سليمه. احنا نحتاج في المرحله القادمه حقيقه رسالتي لاخواني وهذه رسالتك لابناء الدائره الاولى للكويت كل والابناء الدائره. يعني احنا شوف المرحله القادمه مرحله حساسه مرحله دقيقه. اعتقد اذا تجاوزناها راح نتجاوز عنق الزجاجه لمرحله الاستقرار. نعم. ولذلك الاختيارات الحضور مهم. ايوه في المشاركه كلما زادت نسبه المشاركه هذه رساله للحكومه ان الناس واعين، الناس مؤمنين بمجلس الامه، هذا مجلسهم، كل ما يتم حل مجلس الامه هم راح يحضرون. فهذه رساله جدا مهمه ان بالتالي الحكومه لازم تكون جديه. الشيء الثاني التركيز. يعني التركيز المرحله القادمه نحتاج لاصحاب التخصصات، نحتاج اصحاب الخبره، نحتاج اللي عندهم باع كبير في العمل السياسي، لان احنا المرحله القادمه نحتاج حكماء زين اكثر من الصوت العالي، نحتاج ناس عارفه مصلحه الديره ومصلحه المواطنين، نحتاج ناس في المرحله القادمه تستطيع ان تتعاون مع الحكومه بطريقه ان نوصلنا برا. وهذا ان شاء الله انا مؤمن بالكويتيين وخصوصا يعني اخواننا وابنائنا في الدائره الاولى، واتمناه لهم يعني ان شاء الله مستقبل زاهر وان نكون من ضمن اختياراتهم الحقيقيه في انتخابات